السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات لتشهدوا كل الحكايات الحقيقية والملهمة. وهحكي لكم اليوم حكاية الفنان محمد فوزي. ولد في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية، وكان الابن 21 من أصل 25 ولدا وبنتا، منهما هدى سلطان وهند علام. نال محمد فوزي الشهادة الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931. من صغره مال إلى الموسيقى والغناء، وتعلم أصول الموسيقى على يد محمد الخربتلي أحد أصدقاء والده، وكان يصحب للغناء في الموالد والليالي والأفراح. تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وكان يغني هذه الأغاني في حديقة المنتزه وفي احتفالات المدينة بمولد السيد البدوي. حصل محمد فوزي على شهرة كبيرة في الخمسينات، وأنشأ شركته لإنتاج الأغاني والأفلام. رغم هذه الصعاب، استمر محمد فوزي في الإبداع، واستخدم خبرته وعرفته لتسهيل عمل زملائه الصغار في الموسيقى والسينما، وقام بتلحين أغاني جديدة وتقديم استوديوهات ومشاهد سينمائية تجذب الجمهور. في يوم من أيام يوليو 1961 استيقظ محمد فوزي مبكرا وتوجه إلى شركته مصرفون كما كان يفعل كل صباح. وعندما دخل الشركة أخبر أن الشركة والمصنع تم تأميمهما، وانتظر مفاجأة، فبدل أن يكون مالكا للشركة أصبح موظفا عاديا ويتقاضى راتبا ضئيلا جدا. وأضافوا أن مكتبه صغير جدا، وقيل إنه كان مكان عامل البوفيه. وهذه المفاجأة كانت صدمة كبيرة للفنان محمد فوزي، وأدت إلى تبعات من الانكسار والحسرة والاكتئاب والمرض. في نفس الوقت ظلت شركة صوت الفن المملوكة لعبد الحليم حافظ وموسيقار الأجيال عبد الوهاب صحيحة، ولم تمسس بسوء ولم تتأمم. وترددت شائعات كثيرة عن سبب تأميم مصرفون، فقال بعضها أنه كان بسبب قربه من محمد نجيب، وقال آخرون أنه لم يغني لجمال عبد الناصر، ولم يوجه أغانيه للرؤساء أو الملوك، بل كان يغني للوطن فقط، ولم يكن مثل عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم الذين كانوا يغنون للرؤساء والملوك. ونصح بعض زملاء فوزي أن يقدم أغاني وطنية للزعيم ليسترد شركته ويرفع عنه التأميم. وجاءت فرصة فوزي في حفل يوليو 1963 في نادي ضباط الزمالك، ووقف وغنى أغنية وطنية جميلة هي بلدي أحببتك يا بلدي حبا لله وللوطن، ولم يوجهها لأحد مثل عبد الوهاب أو عبد الحليم أو أم كلثوم. ونزل من المسرح دون أي إشارة لأحد. وقال بعضهم أن التأميم كان بسبب أن الشركة كانت مملوكة لشريك أجنبي هولندي. ورغم ظهور فوزي في بداية مسيرته وأغانيه وأفلامه التي كانت مليئة بالضحك والبهجة وتزيل الهم والاكتئاب، إلا أن نهايته كانت حزينة ومؤلمة جدا. أصيب بمرض نادر جدا هو سرطان العظام، وانخفض وزنه إلى 40 كيلوغراما، وتوفى مفلسا ومريضا. وطلب زملاؤه وأحباؤه التدخل لعلاجه، لكن تأخر العلاج وفات الأوان. وترك لنا محمد فوزي طرافا من المحبة والفن واللحن الذي لا يموت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تشوفوا كل الحكايات الحقيقية والملهمة، وتعيشوا معنا كل تفصيل في حياة أشهر الشخصيات وأعظم الفنانين.